بكلمات مؤثرة وحزينة جدا، الفنانة المحترمة عبلة كامل تنعي وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن بعد رحيله اليوم عن عمر ناهز 23 عام، بعد صراع مرير جدا مع مرض السرطان سيطر عليه وغير ملامحه وتحول من ملك جمال الأردن لهيكل عظمي. تعالوا نسمع الفنانة عبلة كامل قالت ايه بالصوت والصورة. عارفين انها بعيدة تماما عن السوشيال ميديا وعن الوسط الفني ككل، وتركت واعتزلت وقالت خلاص انا بين كتاب الله ومش عايزة ارجع تاني، لدرجة ان لما تم دعوتها علشان تحضر مهرجان القاهرة السينمائي رفضت رفض تام، انها مستحيل تظهر في هذا المهرجان بسبب العري الشديد فيه. لكن بعد وفاة أيمن العلي اللي وجع قلوبنا كلنا نعته بكلمات ووجهت رسالة لأمه دلوقتي هنسمعها. أيمن العلي يا جماعة هو ناشط على السوشيال ميديا، شهد لي الجميع بحسن الخلق وان هو انسان محترم جدا جدا. راح ايمن العلي بعد صراع مع مرض السرطان اللي اكتشفه منذ عام بالتحديد، وهو بيعاني من سرطان المعدة، والكل اتكلم وقال انه العين حق، وانه اللي اصابه ده كان حسد شديد جدا في حياته، كان متمسك بالحياة. توفي الناشط ومشهور وسائل التواصل الاجتماعي الأردني أيمن العلي اليوم الاثنين بعد معاناة طويلة جدا مع مرض السرطان. النهاردة هيتم تشييع جثمانه ظهر اليوم. لقب بملك جمال الأردن، قاوم مرض السرطان لعدة سنوات، يعني سنة سنتين بالتحديد، لكنه اليوم فارق الحياة. طبعا النهاردة الفنانة عبلة كامل نعته بكلمات مؤثرة لما قالت ربنا يرحمه، أكيد ما يغلاش على اللي خلقه يا جماعة، العين حق، وهو أكيد طبعا أصابته عين شديدة جدا. أنا بقول لأمه ربنا يصبرك ويربط على قلبك، لأن أنا عارفة الإحساس ده قد إيه مؤلم وقد إيه صعب جدا. اللي ما حدش يعرفه إن أنا في يوم من الأيام فقدت ابن وحيد ليا. أنا كان عندي ولد وبنتين، البنتين توأم، وكان عندي ولد فقط قبلهم كمان، وفقدته هو لسه صغير، ولحد اليوم حزينة جدا علشانه. بس أنا بقول لها قوي قلبك، هو في مكان أفضل وفي مكان أحسن. ابنك كان بيتعذب من المرض ويمكن ما كانش قادر يبين لك ده، هو ارتاح من العذاب اللي هو شافه خلال مسيرته في المرض والعلاج. ربنا يرحمه بجد. أنا قطع قلبي من وقت ما شفته. يمكن ماليش في السوشيال ميديا، مش بتكلم، ما بعملش حاجة، بس واجب عليا ان انا فقط انعيه وانعي الجميع، لاني بصراحة تأثرت جدا جدا برحيله، وما كنتش متوقعة ان في حد ممكن يخليني ارجع اتكلم على السوشيال ميديا او اقول اي حاجة زي دي. بس بصراحة ايمن العلي في وجع قلبي، ربنا يرحمه ويغفر